في 4 إبريل 2026 قام مدير منتجات عمره 26 سنة في بكين الصين برفع ملف على جيت هاب. خلال يومين ملايين من العاملين في التكنولوجيا في الصين حملوه. فيديوها عن الملف ده جاب أكثر من 5 مليون إعجاب في الصين بس. الملف ده والفيديو اللي معاه تسببوا في خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد الصيني. وأسوأ حاجة إنه العمال الصينيين مبسوطين بده. الحزب الشيوعي الصيني لسه ما حضرش الأداة دي، وهم حتى ما أعلنوش اسم الشخص اللي نشره، وده لأن شي جين بينغ عارف إنه فعلا ما يقدرش يعمل كده، لأن حظر حاجة زي دي معناه إنهم يعترفوا بحاجة هم فعلا مش عايزين العالم يعرفها. دي قصة عن إزاي جيل من الشباب الصينيين اللي عندهم 20 سنة بيكسبوا حرب ضد شي جين بينغ، وهم بيكسبوا بشكل مقنع لدرجة إن شي جين بينغ نفسه اضطر يطلع ويترجاهم يوقفوا. اسمع كده. يا ريت الكل يفتكر تعاليم الحزب. إعادة بناء الجمهورية الشعبية. ما نضيعش وقت يا ناس. اجري يا شباب عشان تضمنوا مستقبلكم لجيلكم. عشان نفهم ليه ده بيحصل لازم نرجع لسنة 2021. في إبريل من نفس السنة واحد في الصين كان بيسمي نفسه المسافر الطيب نشر مقال من 200 كلمة على منتدى صيني. عنوان البوست ده كان الاسترقاء هو العدالة. وجهة نظره في البوست ده كانت بسيطة جدا. هو كان تعبان من الحياة فقرر انه مش هيشتري بيت ومش هيتجوز ومش هيخلف. باختصار هو مش عايز يشتغل علشان يبني مستقبل أحسن لنفسه. هو كان ناوي بس يعيش بمبدأ الاسترقاء، والحزب الشيوعي الصيني مش هيقدر يعمل له حاجة. الناس بتشتكي على السوشيال ميديا مش حاجة جديدة، وأكيد شفتوا ده كتير قبل كده. البوست ده كان المفروض يموت في هدوء زي ملايين البوستات اللي بتشتكي من الحياة على السوشيال ميديا، لكن اللي حصل إنه تعاد نشره ملايين المرات، وده لأنه وصف بالضبط إحساس كل شاب صيني. بص، على مدار 30 سنة اللي فاتوا الاتفاق في الصين كان بسيط جدا. تشتغل 9-9-6، يعني من 9 الصبح ل9 بالليل 6 أيام في الأسبوع. تتحمل المر زي ما شي جين بينغ بيحب يقول، وفي المقابل هتبقى أغنى من أهلك. بالنسبة لناس كتير في الصين الاتفاق كان ممتاز واشتغل 30 سنة. للأسف بقى الاتفاق ده ما بقاش ينفع دلوقتي. في سنة 2023 معدل البطالة بين الشباب في الصين وصل لأكثر من 21%. الرقم كان عالي لدرجة أنه الحزب الشيوعي الصيني أعلن أنه مش هينشر الرقم ده تاني، وبعدها بسنة رجعوا بمعادلة جديدة. معادلة وبما يخدمهم. ما حسبتش أي طالب اتخرج من مدرسة وتخيل إيه المعادلة نجحت. نسبة البطالة في الصين نزلت بشكل سحري. ده فكرني بنكتة والدي حكوها لي مرة. كان في مدينة بتغرق كل سنة، فالعمدة ركب عمود قياس جنب النهر. عارفين اللي عليه خط أحمر فوق مكتوب عليه خطر فيضان؟ المرة الجاية لما العاصفة ضربت المية عليت لحد الخط الأحمر والناس بدأت تتوتر، اتجهوا لمجلس المدينة وطالبوا العمدة إنه يعمل حاجة. فالعمدة فعلا عمل حاجة، نزل للنهر ورفع الخط الأحمر لفوق وقال بصوا مفيش فيضان تاني. ده بالضبط اللي الحزب الشيوعي الصيني عمله. بدل ما يحلوا المشكلة غيروا الرقم اللي بيبين إن فيه مشكلة. دلوقتي أرقام بطالة الشباب في الصين مش غريبة أوي. بص على الجدول ده اللي بيقارن بطالة الشباب في دول كتير مختلفة. هنا تقدر تشوف نسبة بطالة الشباب في الصين اللي كانت 21%، واللي الحزب الشيوعي أعلنها قبل ما يوقفوا نشر الرقم. ولما رجعوا بالمعادلة الجديدة بطالة الشباب في الصين بغت حوالي 16%. وتخيل إيه، دول زي المملكة المتحدة، إيطاليا، تشيلي وفنلندا كلهم تقريبا عندهم نفس نسبة بطالة الشباب. فممكن تكون بتسأل نفسك إن الموضوع مش كبير قوي. هنا بقى حجم الصين فعلا بيبقى مشكلة كبيرة بأكتر من طريقة. أولا هي أصلا عندها ملايين من الناس العاطلين عن العمل، وفوق كده عندهم كمان 12 مليون خريج جديد داخلين على أسوأ سوق عمل من 30 سنة. وتخيل إيه السنة الجاية هيبقى فيه دفعة أكبر من الخريجين اللي متوقعين يدخلوا نفس السوق ده. وطبعا
أغلب الخريجين دول إن شاء الله هيلاقوا شغل، لكن حوالي 5 متوقع يبقوا عاطلين عن العمل، وده شيء سيء. وكمان الوضع بيزداد سوء لو بصيت على نوعية الشغل اللي بعض الناس دول فعلا بيشتغلوا. أكتر من 20% من سائقي التوصيل في الصين، يعني الناس اللي بيوصلوا طلبات زي دوداش وأوبر إيتس في الصين، معاهم شهادة جامعية. وكمان على الأقل 70,000 سايق معاهم درجة الماجستير. دلوقتي هعترف لكم بده، 70,000 مش رقم كبير في بلد زي الصين، بس برضو الخريجين دول خصوصا اللي معاهم ماجستير أكيد ما كانوش متخيلين نفسهم بيوصلوا أكل للناس. دلوقتي زي باقي العالم في الصين جيل كامل اتقالوا إن المذاكرة بجد في الجاوكو هتوصلك لوظيفة مستقرة في المدينة. العقد الاجتماعي ده بيتكسر، ودي اللحظة اللي عايز أفكركم فيها بالقانون الذهبي ليوتيوب، خصوصا لما بتعملوا فيديوهات عن الصين. لازم تتكلم عن سياسة الطفل الواحد، لازم فعلا. شوف، كل خريج عاطل أو شغال شغل أقل من مؤهلاته هو الطفل الوحيد لأب وأم ويمكن كمان ل4 جدود. هم استثمروا كل حاجة في تعليم أولادهم، وللعائلات دي الوضع مش مبشر خالص. أولادهم بيلاقوا صعوبة أكتر وأكتر في إنهم يلاقوا شغل، وفي نفس الوقت شي جين بينغ بيقضي على بعض أكبر الصناعات في البلد. الموضوع هنا بيبقى أعقد شوية، لأن شي جين بينغ قضى مؤخرا على صناعة الدروس الخصوصية في الصين اللي كانت قيمتها حوالي 120 مليار دولار سنويا. دي كانت تجارة كبيرة جدا في الصين. شي جين بينغ شايف إنه التعليم الأساسي لازم يكون مجاني. المفروض الأهالي ما يدفعوش فلوس كتير علشان ولادهم يروحوا المدرسة الابتدائية والإعدادية. فكرة مش وحشة، بس للأسف لما يقضوا على صناعة كبيرة زي دي، ده معناه إن ناس كتير جدا هيفقدوا شغلهم، وكمان مفيش وظائف جديدة بتتخلق. في الحقيقة الانهيار ده كان سيء لدرجة إن شي جين بينغ دلوقتي بيرجع في كلامه وبيخفف القيود على صناعة الدروس الخصوصية. يعني هو عمل كل الفوضى دي من غير سبب، وأكتر ناس اتضرروا كانوا طبعا أصحاب شركات الدروس الخصوصية والشباب اللي بيعتمدوا على الشغل اللي بتوفره الصناعة دي بعد ما يتخرجوا. فياريت دلوقتي الموضوع بدأ يبقى منطقي. ليه الطلبة الصينيين بدأوا يختاروا حياة الاستكانة؟ بعدين في 2022 الأمور ساءت أكتر. حياة الاستكانة اتطورت لحاجة أعمق وأصعب، بقت اسمها باي لان، أو بالإنجليزي سيبها تبوظ. حياة الاستكانة كانت بتقول أنا مش هلعب لعبتكم، أم باي لان فمعناها أنا مش هلعب لعبتكم، وكمان أتمنى أنكم تخسروا أنتوا كمان. سنة 2022 كانت سنة الإغلاق الكبير في الصين، إغلاق كورونا. لما شي جين بينغ كان عايز يحقق هدفه المستحيل بتاع 0 إصابات كورونا، عشان كده هو قفل على 25 مليون شخص في شنغهاي جوا شققهم لمدة 2 شهر. كان في طائرات مسيرة بتطير فوق العمارات وبتقول للسكان يتحكموا في رغبتهم في الحرية. ناس كتير كانوا بيتدوروا من الجوع في العمارات لعلي، ومسؤولي الحزب الشيوعي الصيني كانوا بيعلنوا عن وفرة الأكل في مؤتمراتهم. بعد كده الأمور وصلت لنقطة الانفجار. في نوفمبر 2022 حصل حريق في عمارة في يورومكو ومات فيه 10 أشخاص كانوا فعلا مقفولين جوا شققهم. يعني حتى لو كانوا عايزين يخرجوا ما كانوش يقدروا، الأبواب كانت متسلسلة ومقفولة من برا، فالناس اللي جوا ما قدروش يكسروا العزل. وده عمل رد فعل عنيف جدا ما كانش شي جين بينغ متوقعه. آلاف ويمكن عشرات الآلاف من الصينيين نزلوا الشوارع في شنغهاي وبكين وتشانغدو ووهان وأماكن تانية. الناس دي كانت زهقت جدا من الحظر، لدرجة إنهم كانوا بيهتفوا علنا يسقط شي جين بينغ، يسقط الحزب الشيوعي الصيني. حاجة زي دي ما حصلتش في الصين من سنة 1989، مذبحة ميدان تيانانمن. الحزب الشيوعي الصيني كان في حالة ذعر كاملة. في بعض المدن الناس ما كانوش مسموح ليهم يعملوا أي لافتات يقدروا ياخدوها للمظاهرات، فبدأ الناس يرفعوا ورقة بيضة فاضية بس، وبعدين الناس اتقبض عليهم عشان رفعوا ورقة بيضة فاضية، لأن الحكومة كانت شايفة أن ده اعتراض على سياستها. بس تفتكر إيه اللي حصل؟ رغم كل القمع ده، اللي حصل ده فعلا نجح. في خلال أسابيع شي جين بينغ عمل حاجة عمره ما عملها قبل كده، هو تخلى عن سياسة 0 كوفيد بالكامل. في مؤتمر صحفي الصين اتغيرت فجأة،
المتظاهرين اكتشفوا حاجة الحزب الشيوعي الصيني ما كانش عايزهم يعرفوها. النظام ممكن يتراجع لو رد الفعل كان قوي كفاية، وده معناه إن الاستلقاء وبيلان فضلوا مستمرين وبقت أسوأ. بحلول سنة 2023 بيلان خدت شكل جديد. الكبار اللي معاهم شهادات ماجستير من جامعات كبيرة زي شينخو أو جامعة بكين اللي يعتبروا زي هارفارد وMIT في الصين بدأوا يرجعوا يعيشوا مع أهاليهم. سموا نفسهم أبناء متفرغين. هم اعتبروا ده شغل، بس بالنسبة لي ده شكله تقاعد. كل اللي كانوا بيعملوه إنهم يتعشوا مع أهاليهم، يودوهم للدكتور، يراعوا جدودهم، وأي حاجة تانية لازم يعملوها عشان يساعدوا أهاليهم. بس في المقابل هم متوقعين ياخدوا مرتب حوالي 4000 ل 8000 يوان في الشهر، يعني تقريبا من 500 ل 1100 دولار في الشهر. دول شباب عندهم 27 سنة ومعاهم شهادات جامعية مرموقة في الصين، وفكروا كويس عشان يقرروا يعيشوا ازاي. بصوا على سوق العمل في الصين وبصوا على مدخرات تقاعد أهاليهم وقرروا إنهم هيكونوا أحسن لو عاشوا كأبناء متفرغين. ودلوقتي ده مش حادث فردي أو حالة معزولة. بحلول سنة 2023 حوالي 16 مليون شاب صيني تقريبا بقوا بيسموا نفسهم أبناء متفرغين. دي كانت ظاهرة اجتماعية كبيرة. وبعدين بحلول 2025 الموضوع بقى أسوأ. بإعلان وصل لشكله النهائي اللي هو ناس الجردان، الهاشتاج ناس الفيران. الهاشتاج ده على السوشيال ميديا الصينية عدى 10 مليون مشاهدة. هاشتاجات زي فخور إني من ناس الفيران وسرير طول اليوم انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين قبل ما الحزب الشيوعي الصيني يمسحهم. وبعد كده الهاشتاجات دي كانت بتتعمل لها إعادة نشر فوراً تحت اسم جديد أو بصيغة مختلفة لنفس الاسم. خليني أحكي لك عن يوم في حياة واحد بيسمي نفسه من ناس الفيران. دول في الغالب مراهقين من الجيل زد وما عندهمش شغل، فروتينهم اليومي عبارة عن إنهم يفضلوا في السرير 3 ساعات بعد ما يصحوا، وبعد كده يغسلوا وشهم شوية، وبعدين يناموا كمان 5 ساعات، وما ياكلوش أي حاجة لحد ما أهاليهم يصحوهم بالليل، وبعدين نفس الدورة دي بتتكرر تاني. بياكلوا العشاء ويرجعوا يناموا، وبعدين يصحوا تاني يوم الصبح ويقعدوا في السرير وقت أطول، ويفضلوا في السرير لحد ما يجي وقت العشاء تاني. يعني باختصار زي الفيران بالظبط. بيتجنبوا النور والنظام وتوقعات المجتمع، وده بيأثر فعلا على الاقتصاد. ومش قصدي الناس اللي زي الفيران بس، بتكلم عن الموضوع كله. سيبها تبوظ، اشتري أرض، بعدها ناس الفيران. ده بيضر الاقتصاد، وده بدوره بيخلي الوضع أسوأ للطلبة الجداد اللي عايزين يدخلوا سوق العمل. وده معناه إن بعض الطلبة دول بينضموا للمجموعة دي من الناس اللي تقريبا فقدوا الأمل في المحاولة. في الحقيقة في أواخر 2024 اقتصادي صيني اسمه جاو شين وين قال الجزء اللي الناس بتخاف تقوله بصوت عالي. خلال خطاب في مؤتمر للمستثمرين في شانجيانغ، جاو شين وين فجر 3 مفاجآت كبيرة. أول حاجة أنه نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني كان مبالغ فيه بحوالي 3 نقاط مئوية كل سنة، وده له عواقب كبيرة. هو كان بيقول في الأساس أن المعجزة الاقتصادية للصين في آخر 3 سنين كانت في الغالب مجرد وهم إحصائي. دي كانت كذبة، وحوالي 40 أو 50 مليون شخص المفروض يشتغلوا مش لاقيين شغل. الحزب الشيوعي الصيني بيكذب عن التوظيف في البلد. القنبلة الثانية كانت لما تكلم عن فجوة الأجيال. قال إنه بعد الجائحة الصين بقت مكونة من ناس كبار في السن مليانين حياة وشباب ميتين من جوه، وبيحاولوا يلاقوا وضع أحسن. دي كانت أهم جزء في خطابه، لأن الجملة اللي قالها دي لمست الشباب في الصين وانتشرت بسرعة على السوشيال ميديا الصينية. الجملة اللي انتشرت أكتر حاجة كانت لما قال إن الشباب الصينيين بقوا بيطفوا النور ويأكلوا نودلز. دي مصطلح دارج في الاستثمار في الصين، وبيستخدموه عشان يوصفوا حد حظه وحش بعد ما خسر فلوس كتير في البورصة. كان بيقول إن جيل كامل تقريبا بقى زي واحد حظه وحش في البورصة. دي كانت لحظة مهمة جدا في الصين، لأنه الراجل ده ما كانش معارض ولا كان بيكره الحزب الشيوعي الصيني. ما كانش واحد عايش برا الصين وبيتكلم عنها وحش. ده كان كبير الاقتصاديين في واحدة من أكبر شركات السمسرة المملوكة للدولة في الصين. فلما حد عنده نوعية النفوذ دي وولاءه للحكومة يقول حاجة زي كده، أكيد مش بيقولها عشان يهاجم الحكومة أو الحزب، هو فعلا بيقول الحقيقة. لكن للأسف الحزب الشيوعي الصيني ما شافش الموضوع بالطريقة دي،
لأنه خلال 48 ساعة من انتشار الخطاب بتاعه هو اتشال تقريبا من الإنترنت الصيني. خطابه الكامل اتشال، وكمان حساباته على ويتشات والسوشيال ميديا اتشالت. الحزب الشيوعي الصيني عمليا بعت رسالة لكل اقتصادي: اسمع، الموضوع ده بالذات ممنوع تتكلم عنه. هو كان بس بيقول اللي شايفه الحقيقة، بس للأسف ده كان كتير شوية على الحزب الشيوعي الصيني. كل ده بيرجعنا ليوم 4 إبريل 2026، الرفع على جيت هاب اللي اتكلمنا عنه في بداية الفيديو. الأداة دي نزلتها البنت دي كوكي تشو، عندها 26 سنة، هي مديرة منتج ذكاء اصطناعي وعايشة في بكين. وعشان تفهم هي عملت ايه لازم تفهم ايه اللي كان بيحصل مع عمال التكنولوجيا في الصين خلال الشهور اللي فاتت. شركات التكنولوجيا الصينية بدأت تعمل حاجات مرعبة حتى بمعايير الحزب الشيوعي الصيني. كانوا بيجبروا المهندسين والعمال بتوعهم إنهم يسجلوا كل جزء من شغلهم، إزاي بيفكروا، إزاي بياخدوا قراراتهم، أي حاجة بيعملوها. عايزين أداة ذكاء اصطناعي تسجل كل حاجة عشان الشركة تقدر تبني من المعلومات دي وكيل ذكاء اصطناعي، وبعد كده يقدروا يرفدوا كل الموظفين أو على الأقل يقللوا عدد الناس اللي شغالة في الشركة، يعني شغل أقل للعمال الصينيين. بالنسبة للعمال كانت دي حاجة مخيفة جدا. تخيل إنك في شغلك ومديرك عايزك تشتغل، أكيد أنت عايز تشتغل كويس، بس في عقلك الباطن عارف إن في ذكاء اصطناعي بيراقبك علشان ممكن في يوم ياخد مكانك. وده السبب اللي خلى أداة جيت هاب تنتشر بسرعة. كانت معمولة تحارب الذكاء الاصطناعي اللي عايز يستبدل العمال. هشرح لك الأداة دي بتشتغل إزاي. فيها 3 أوضاع: تخريب خفيف، متوسط، وثقيل، على حسب مديرك بيراقبك قد ايه. الذكاء الاصطناعي اللي بيتابع كل حركة ليك بيتغذى المواد والبيانات اللي متخربة بشكل متعمد واللي غلط بشكل أساسي، لدرجة إنه وكيل الذكاء الاصطناعي اللي بيتعامل بالبيانات دي بيبقى ملوش لازمة. ولو لعبتها صح مديرك مش هيقدر يكتشف أي حاجة غلط عملتها، لأن السجلات اللي الوكيل ده أو الأداة دي بتطلعها شكلها حقيقي جدا. في الحقيقة كوكي تشو قال لمجلة MIT Technology Review واقتبس: أنا في الأول كنت عايز أكتب مقال رأي، لكن قررت إنه هيكون أنفع إني أعمل حاجة تواجه المشكلة دي. وده الإحساس اللي جيل كامل من الشعب الصيني حاسس بيه. فاكر لما قلت لك في الأول الحزب الشيوعي الصيني لسه ما حظرش الأداة دي؟ لأن حظر حاجة زي دي معناه إنهم هيعترفوا علنا إن عمال التكنولوجيا الصينيين بيتطلب منهم يدربوا اللي هيحل محلهم، وده حاجة بكين مش عايزة تعمل كده خالص. دلوقتي أداة الذكاء الاصطناعي دي مجرد ركيزة واحدة من الثورة اللي العمال الصينيين بيعملوها. الركيزة التانية اسمها فلسفة ران. كلمة ران هنا تعتبر تلاعب بالألفاظ في الصيني. في الماندرين نطقوا كلمة ران شبه تماما نطق كلمة مربح. فلما الشباب الصينيين بيقولوا إنهم بيجروا أو بيهربوا، هم يقصدوا إن الخروج من البلد مربح. ده هو التلاعب كله. فلسفة الهروب في الواقع عبارة عن دليل جماعي ضخم عن إزاي تخرج من الصين قبل ما الأمور تسوء أكتر. ادخل أي منصة تواصل اجتماعي صينية وهتلاقي مواضيع فيها شباب صينيين بيعملوا أدلة مفصلة جدا عن إزاي تسيب البلد. بيتكلموا عن برنامج الدخول السريع الكندي، وبرنامج تأشيرة المحترفين في اليابان، وكمان برنامج سنغافورة للتكنولوجيا. هم بيتكلموا عن الدول اللي يقدروا يروحوها وسهولة الدخول هناك، إيه الأوراق المطلوبة، وإيه تقول لضابط الهجرة في المطار وأثناء مقابلة الفيزا. وكمان بيشاركوا نصايح عن إزاي فعلا تقدر تطلع فلوسك برا البلد. بص، في الصين بقى صعب جدا تطلع فلوسك برا من ساعة ما القواعد الجديدة الخاصة بسيف اتطبقت. القوانين دي بتطلب من البنوك الصينية إنها تبلغ عن أي تحويلات عبر الحدود أكثر من 5000 يوان، يعني حوالي $1000. وكمان البنوك لازم تحتفظ بسجلات المعاملات لمدة 10 سنين. مع كل القوانين دي الحزب الشيوعي الصيني بيقفل حدوده ماليا بشكل أساسي، مش علشان يمنع الناس من الدخول، لكن علشان يمنعهم من الخروج. وعلشان كده بالظبط الشباب الصينيين بيجروا أسرع من أي وقت فات. كندا واليابان وسنغافورة لسه هم الوجهات المفضلة للمواهب الصينية. بس في الفترة الأخيرة المكسيك والمجر بدأوا يظهروا في القائمة كمان. وعايزين تعرفوا رد بكين على كل ده إيه؟ بصراحة ده زي اللي عملته كوبا في عهد فيديل كاسترو. بكين وصفت فلسفة الهروب بعدم الوطنية،
وده نفس التعبير اللي كل نظام منهار في التاريخ استخدمه عشان يوصف المهاجرين بتوعه.